السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده عملنا مع بعض الحواوشي الاسكندراني البيتي بطريقة سهلة وبسيطة، اتمنى ان انتوا تجربوها هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناة والمتابعة على الفيس، ويلا نبتدي مع بعض. بسم الله، تعالوا نبتدي مع بعض. النهارده المقادير: اول حاجة هنحتاجها في الحشوة، هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، وهنحتاج 4 5 بصلات اللي موجود عندك، وهنحتاج خضرة بقدونس وكزبرة، وهنحتاج مع بعض فلفل الوان اخضر اللي انت عايزاه اللي موجود حطيه، وطبعا هنحتاج في البهارات فلفل اسود، بابريكا، كمون، بهار لحمه وكزبره، وهنحتاج كيس خميره وشويه ملح طبعا. تعالوا بقى للعجن. هنحتاج عشان نعجن نص كيلو دقيق، هنحتاج معلقه سكر كبيره ومعلقه خميره فوريه وميه دافيه هنعجن بيها. دلوقتي هنسمي الله وهجيب النص كيلو دقيق وهنبتدي نحط عليه شعره ملح ونقلبها. وهنا هكون جهزت كوبايه وفيها معلقه خميره ومعلقه سكر ونص كوبايه ميه دافيه، ونخمرها ونقلب ونحط معلقه خل على الدقيق يا جماعه، ونضيف الميه بالتدريج واحده واحده واحنا بنعجن. نضيف حبه بحبه الميه، ما نحطش الميه مره واحده، ونفضل نعجن كده باستمرار واحده واحده لحد ما تلم معانا العجينه. زي ما انتم شايفين كده بنعجن واحده واحده. هنا بقى كده انا ابتديت الم العجينه، وهحط على وشها معلقتين زيت عشان ايه يا جماعه ما تلزقش في قلب الطبق. هنجمعها مع بعض في قلب الطبق ونغطيها اهو زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى كده نجمعها ونغطيها بكيس مشمع وفوطه، ونحطها في الفرن البوتاجاز ونسيبها لمده تلت ساعه لحد ما تختمر. هنا بقى هنجيب بوله ونحط فيها البصل، وهنحط الخضره ونحط الفلفل، ونضيف كل ده يا جماعه، وهنحط نص كيلو اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين كده، ونضيف البهارات والملح، كل حاجه نحطها كلها على بعض. وهنا كان عندي قطعه من اللية ضفتها بشرتها برضو وضفتها على وش، تدي طعم جميل جدا. لو موجود حطيها. وقلبت كله مع بعضه زي ما انتم شايفين، بس لازم ندعكها كويس جدا في بعض. هنا كده جبنا العجينه بعد ما اختمرت، عدى عليها حوالي نص ساعه، وهنجيب رشه دقيق على الرخامه اللي هنشتغل عليها وهنفردها. نحط دقيق تحت وفوق ونفردها، ونبتدي نقطع العجينه، نلفها كده كوره ونسيبها تاني تختمر تاني زي ما انتم شايفين كده. تلفيها على ايدك وتعمليها دايره في حجم السفنديايه كده الصغيره، يعني حسب ما انت عايزه تكبري كبري. هنغطيها بالكيسه برضو ونسيبها تختمر تاني لمده حوالي 10 دقايق. هنا هنجيب رشه دقيق ونبتدي باول واحده فردناها، هنجيب بالفراده ونفرد بيها رايح جاي كده واحدة واحدة لحد ما تبقى ايه على شكل دايرة. احنا فردنا كده مجموعة كبيرة قبل ما نغلي. وطبعا وانتي بتفرجي بتكوني مشغلة الفرن علشان نبتدي لما نيجي نحط فيها العجينة ما يبقاش الفرن بارد ويهبط الخميرة بتاعتها. هنجيب اللحمة وناخد جزء منها كده برضو بالمعلقة، ونبتدي نفرد نص الدايرة. انا بحب اعمله انصاص يا جماعة، انتوا عايزين تعملوا رغيف كامل بتحطي واحد وفوق التاني، بس انا بحب اعمله انصاص. هنا كده بنبتدي بقى نتني النص التاني عليه، ونبتدي نقفله زي ما انتم شايفين كده واحده واحده، نتنيه ونقفلها كويس جدا. هنجيب بقى صاج ندهنه بزيت في قلب الصاج زي ما انتم شايفين كده، ونجيب حبه لبن ونجيب فرشه وندهن وشها باللبن ونرش عليها سمسم من فوق الوش، ونسيبه برضو يختمر 10 دقايق. ده دلوقتي بعد التسويه. شايفين حضراتكم قد ايه جميل. اتمنى ان انتوا تجربوه هيعجبكم، واحلى ما فيه ان هو في البيت بايدينا اللي احنا عاملينه، احسن من بره بكتير وبسيط وسهل. اتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه وتدعموني باللايك والاشتراك في القناه والمتابعه على الصفحه في الفيس. ولو في اي تعليق او اي حاجه حابين ان انا اعملها لكم اطلبوها مني وانا ان شاء الله هحاول اعملها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.